تحدث روي كوستا رئيس نادي بنفيكا البرتغالي على انتقال الأرجنتيني إينيزو فرنانديز صوب تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي المنصرم مقابل 121 مليون يورو في صفقة هي الأكبر في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال كوستا في حوار أجراه مع BTV: قمنا بكل شيء حتى لا تتم عملية البيع هذه. أنا حزين لأنه رحل، ولكن ضميري مرتاح. لقد فعلت ما هو أفضل لبنفيكا. حاولنا عدم بيعه وسط الموسم، لكنه أعرب عن رغبته في عدم البقاء. وتابع: في كل مرة يقترب منه تشيلسي أظهر أنه لا يريد البقاء معنا. ناقشنا الزيادة في المبلغ وقدمنا له العرض، ولكن لم ننجح أبدا في إقناعه. لقد كان إينيزو قاطع بشأن رغبته في تغيير النادي خلال فترة الانتقالات هذه، وأردف أحترم قراره وخوفه من خسارة عقد كبير، لكنه لم يظهر أي التزام تجاه بنفيكا. بصفتي مشجعا لم أعد أرغب في هذا اللاعب، وكم سأقول لم يعد يعتبر حلا بالنسبة لنا، ولا يمكنه الدخول إلى غرفة تغيير الملابس، وهنا اتخذت قرار البيع. واختتم: لقد عوم إينيزو بشكل جيد هنا، كنت أتمنى أن يمنحه ذلك الرغبة في القتال من أجل اللقب. لقد فقدنا لاعبا عظيما، نعم، ولكننا لن نبكي على لاعب لا يريد أن يكون في بنفيكا. نريد هنا فقط اللاعبين الذين يحترمون النادي.